سنة 2003 زار كريستيانو رونالدو برفقة أمه نادي أرسنال، واجتمع مع أرسن فينجر ووقع في حب النادي وقتها. رونالدو كان شايف إن أرسنال نادي عنده فلسفة عظيمة واهتمام كبير بالشباب تحت قيادة المدرب فينجر، وكمان كان بيلعب هناك قدوته وقتها تيري هنري. والعوامل دي خلت رونالدو يتفق مع أرسنال على التوقيع لهم في الصيف، وأرسن فينجر احتفظ برقم 9 لكريستيانو بعد ما اتفق معاه على الدور اللي هيلعب في الفريق. وفي الصيف ديفيد دين نائب رئيس أرسنال سافر لشبونة لإتمام صفقة التعاقد مع رونالدو، ولكن سبورتنج لشبونة رفض عرض أرسنال لأنه كان أقل من المتوقع بكتير، وده سبب إحباط للشاب البرتغالي اللي كان مطلوب في كل أندية أوروبا وقتها. ولكن بعد فشل فالنسيا، انتر ميلان، ليفربول، يوفنتوس، بارما، ريال مدريد وبرشلونة في إقناع رونالدو، تمكن مانشستر يونايتد من حسم الصفقة بعد ما قدموا عرض كبير وصل ل 12.4 مليون يورو، و10 أضعاف مرتبه الحالي مع سبورتنج لشبونة. ورونالدو ما كانش يعرف إن اللحظة دي بانتقاله لليونايتد في الوقت ده هينقذه من مصير لاعبين مهاريين كتير زي كوريشما، وهيخليه واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ. دي قصة كريستيانو رونالدو. يا رونالدو يا رونالدو. هداف التاريخ، سفاح التاريخ، كريستيانو رونالدو عالمية. امسك راسك، امسك شعرك، امسك صدرك، امسك بطنك، انت امام رونالدو يا ولد. اتولد كريستيانو رونالدو في ماديرا في البرتغال سنة 1985 لأسرة فقيرة، وكانت فقيرة لدرجة إن اضطر يخرج من المدرسة ويركز على لعب الكورة بس وقتها. وفي سنة 1992 انضم كريستيانو لنادي أندورينا اللي كان أبوه بيشتغل فيه كراجل للمعدات. وسنة 95 رونالدو كان قريب من الانضمام لنادي مارتيميو، وده كان أكبر نادي في ماديرا وقتها. ولكن فرناندو سوزو الأب الروحي لكريستيانو جاب له عرض من نادي الناسيونال، ورونالدو بالفعل انتقل ليه مقابل 20 كورة وطقمين. ولأن كريستيانو كان ترك التعليم فكان بيقدر يتدرب في اليوم 12 ساعة، على عكس اللاعبين في الأكاديمية في سنه اللي كانوا بيتدربوا ساعتين أو 3 بس في اليوم. ورئيس كشافين نادي سبورتنج لشبونة أوريليو بيريرا تواصل مع كريستيانو رونالدو وأسرته وعرض عليه إن هو يعمل أسبوع تجارب في النادي بعد توصية من فرناندو سوزو. وبعد الأسبوع اقتنع النادي بيه ووقع معاه مقابل 25,000 يورو من الناسيونال، وده كان سعر غالي جدا وقتها بالمناسبة لطفل عنده 12 سنة. وفترة رونالدو في سبورتنج كانت صعبة في البداية، وكان عايز يرجع ماديرا في أكتر من مرة، ولكنه صمم على الاستمرار هناك. وسنة 2000 رونالدو عانى من مشاكل في القلب وخضع لعملية جراحية لحل المشكلة دي، وغاب بسببها 3 شهور. وبعد العملية مدربين رونالدو في الأكاديمية اشتغلوا معاه لتطوير جوانب كتير عنده، خصوصا الأنانية والاستعراض الكتير. وفي سنة 2001 رونالدو مضى أول عقد احترافي ليه مع نادي سبورتنج. عقده كان لمدة 4 سنين بمرتب 2000 يورو في الشهر و20 مليون شرط جزائي. في موسم 2001-2002 تولى المدرب لاسلو بيلوني تدريب سبورتنج، ومقتنعش برونالدو في البداية وكان شايف إنه مش جاهز لسه. لكن تتخيل إنه كتب تقارير عن رونالدو إنه بدنيا ضعيف وعنده قدرة هوائية ضعيفة وتكنيك القفز عنده ضعيف وبدون وعي تكتيكي أو مجهود دفاعي، أناني وما عندوش قوة ذهنية أو تركيز. رونالدو استمر في التدريب شهور وما قدرش يقنع المدرب بيه، وفي الفترة دي قدر كواريشما يشارك مع سبورتنج في المباريات الرسمية. رونالدو وكواريشما جذبوا انتباه وكيل اللاعبين خورخي مينديز، ومينديز عمل اجتماع معاهم وقدر يقنعهم بتعيينه كوكيل ليهم. وبعد سنة في موسم 2002-2003 قرر بيلوني الاعتماد على رونالدو بسبب عدم وجود مهاجمين في النادي وعدم وجود ميزانية للتعاقد مع لاعبين جدد. وبيلوني اتفاجئ من تطور مستوى رونالدو وصرح للإعلام إن اللاعب ده هيكون أفضل من أوزيبيو وفيجو. رونالدو كان بيلعب مهاجم في الأكاديمية، ولكن بيلوني وظفه كجناح مهاري، وابتدأت رحلة رونالدو مع الفريق الأول في الموسم ده. وبعد موسم أول صفري قيل بيلوني، وده خلى مينديز يدور على عروض لرونالدو. كريستيانو كان حلمه انه يلعب في انجلترا او اسبانيا، وبالفعل مينديز قدر يجيب له عروض كتير من كل اوروبا تقريبا. باكوروخ المرشح الرئاسي في فالنسيا عرض على مينديز 9 مليون يورو للتوقيع مع رونالدو وكاريزما لو كسب الرئاسه. مدرب ليفربول جيرارد اوليير كان مهتم برونالدو وقدم له عرض ب 8 مليون يورو. مراتي رئيس انتر اتعرض عليه رونالدو ولكنه ما اقتنعش بالصفقه لانه كان لسه لاعب عنده 16 سنه بس، على الرغم من محاولات لويس سواريز مستشاره لاقناعه باستمرار. يوفنتوس عرض صفقه تبادليه ولكنها فشلت للاسف. نادي بارما قدم عرض ب 8 مليون يورو للشاب البرتغالي. رامون مارتينيز رئيس أكاديمية ريال مدريد اجتمع مع رونالدو وعرض عليه 8 مليون يورو. وبرشلونة قدم عرض لكواريشما للانتقال فورا، وعرض رونالدو هيكون فيه إعارة سنة مع سبورتنج ثم ينتقل للنادي في الموسم الجاي. ونجحت صفقة كواريشما وفشلت صفقة رونالدو. ولكن على الرغم من محاولات كل الأندية الأوروبية دي من ضم رونالدو، كان أرسنال هو أقرب نادي للتوقيع مع رونالدو، ولكن الصفقة
فشلت بسبب مشاكل أرسنال المادية وبناء ملعب جديد. ومدرب سبورتنج لشبونة السابق واللي كان مساعد أليكس فيرجسون وقتها البرتغالي كارلوس كيروش حارب عشان يجيب رونالدو لليونايتد. إدارة اليونايتد كانت غير مقتنعة بالصفقة، وكيروش كان شايف إنه لاعب عنده بوتنشال كبير ولا يعوض، وعشان يقدر يقنع اليونايتد اقترح إقامة مباراة ودية مع سبورتنج بمناسبة افتتاح ملعبهم الجديد. وقبل المباراة بفترة السير أليكس فيرجسون أرسل مدرب الفريق الثاني جيم راين لمشاهدة تدريبات سبورتنج، وجيم راين اقترح على اليونايتد التوقيع مع كريستيانو بعد أول حصة تدريبية شافوا فيها. وأليكس فيرجسون قرر التوقيع مع رونالدو ولكن بشرط بقائه سنة تاني في لشبونة كإعارة، وبالمناسبة ده كان سبب رفض مينديز عروض كتير من الفرق التانية في أوروبا. I was with Juventus, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, Valencia. لكن قبل المباراة قدم اليونايتد عرض بقيمة 10 مليون يورو وتم الاتفاق على الصفقة، وقبل المباراة عرف رونالدو بإتمام الصفقة مع سبورتنج لشبونة. And thanks God, Sir Alex Ferguson came and he told me, George, leave it with me. You will come now with me, and at least you will play 50% of the games, I promise you. And was the key. وبعد إقامة المباراة الودية قال فيرجسون إنها كانت أكتر 90 دقيقة حس بيها بالحماس والترقب في حياته بعد مشاهدة رونالدو، وقرر التوقيع معه فورا بدون إعارة لسبورتنج، واليونايتد دفعوا أكتر من المتفق عليه 12.4 مليون يورو وراتب 2 مليون كانوا كافيين لإتمام الصفقة، واداله رقم 7 اللي كان بيلبسه أساطير اليونايتد زي بيكهام وبيست. He started in Manchester with 18 years old. This is the story. Nothing is impossible, my friend. ابتدى مشوار كريستيانو رونالدو في اليونايتد كلاعب جناح، وفي الموسم ده اليونايتد كان بيدافع عن بطولة الدوري الإنجليزي، وبعد 4 أيام من تقديم رونالدو شارك في أول مباراة ليه في الدوري وجاب ضربة جزاء وخد جايزة رجل المباراة. وفي بداية مشواره مع مانشستر زملاء رونالدو ما كانوش مقتنعين بأسلوب لعبه وكانوا شايفينه أناني وبيقع ويمثل كتير، والسمعة دي مع الوقت انتشرت في إنجلترا وللأسف عند الحكام كمان. وعلى الرغم من ده إلا أن السير أليكس فيرجسون كان بيدعم رونالدو وبيعامله معاملة خاصة، ولو أي لاعب تاني في اليونايتد عمل الأخطاء دي كان هيمشي. ويمكن التساهل ده كان راجع لأن رونالدو كان أكتر لاعب مجتهد في التدريبات، وروي كين نفسه صرح للإعلام أن رونالدو كان من أكتر اللاعبين المجتهدين في الفريق من أول يوم. في نوفمبر 2003 سجل رونالدو أول هدف ليه مع اليونايتد من ركلة حرة، وفي أول موسم عامة الموضوع كان صعب على اليونايتد وعلى رونالدو نفسه، وأول نص موسم رونالدو لعب 11 مباراة أساسي من أصل 19، ولكن اليونايتد خرجوا في الموسم ده من بورتو في دوري الأبطال من دور ال16. وأنهوا الموسم في المركز الثالث في الدوري بعد تشيلسي وأرسنال اللي ما خسرش ولا مباراة، ويمكن الحسنة الوحيدة في الموسم ده هو الفوز بالإف إي كاب في أول نهائي رونالدو مع اليونايتد، وفي النهائي ده رونالدو سجل هدف وقدم مباراة كبيرة. Oh, so neatly done then. And it goes Scholes so far though in this one. Now it's Keane and then Neville on the overlap. Danger looming here. Surely in goes Ronaldo. And United lead. They've been hammering on the door. وبعد الموسم الأول الصعب لويس سكولاري مدرب البرتغال استدعى رونالدو لتمثيل المنتخب في بطولة يورو 2004، ولكن كان في انطباع عام وقتها ان رونالدو لاعب مغرور. حتى سكولاري صرح قبل البطولة ان رونالدو شاب جيد، ولكن في حد قال له ان هو الافضل في العالم. لو كان فعلا مصدق الكلام ده فهيكون صعب جدا التعامل معاه. البطولة دي كانت على ارض البرتغال، رونالدو قدم بطولة كبيرة ووصل للنهائي، وكان وقتها اصغر لاعب يشارك في نهائي اليورو في التاريخ. لكن البرتغال خسرت قدام اليونان بنتيجة 1-0، دي كانت مفاجأة. رونالدو ضيع فرصة كبيرة في آخر المباراة.
وبدأ الموسم الثاني مع اليونايتد ورونالدو تطور بدنيا وفي جوانب كتير من اللعب زي التسديد، التمرير، اتخاذ القرارات عنه. ولكن أداؤه كان متذبذب جدا في الموسم ده، وفي 50 مباراة في الموسم الثاني سجل 9 أهداف وصنع 9 بعمر ال20. واليونايتد أنهى الدوري في المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي ورا تشيلسي وأرسنال. وزي الموسم اللي فات برضه وصلوا نهائي الكاس، وكانت مباراة صعبة ضد أرسنال المرة دي. ورونالدو قدم مباراة جيدة، ولكن المباراة كانت صعبة على الطرفين ووصلت لضربات الجزاء. على الرغم من تسجيل ضربة الجزاء بتاعته، ولكن خسر اليونايتد. Patrick Vieira for Arsenal. He's done it. And Arsenal, against all the odds in terms of the way the match itself went, have won the FA Cup. خسارة معناها موسم صفري للشاب البرتغالي. كارلوس كيروش في الموسم ده صرح للإعلام مع الوقت ولما يتم 29 سنة رونالدو هيكون مهاجم راس حربة. والموسم الثالث مع اليونايتد بدأ بخبر وفاة أبو كريستيانو. Porque como o pai tornou-se alcoólico, eu não sei. Era uma pessoa frustrada com a vida, não sei nem quer saber. Sinto uma frustração porque obviamente queria um pai diferente. وده دمره نفسيا وخلاه لاعب عنيف في الملعب، اتطرد بسبب تدخلات عنيفة. اتعرض لإيقاف بسبب إشارات بذيئة للجمهور بنفيكا، تم اعتقاله بتهمة الاعتداء الجنسي، وكمان اتأثر في الملعب. كان لعبه سلبي في معظم فترات الموسم ده، ويمكن الحسنة الوحيدة هي تطوره في الركلات الحرة بشكل ملحوظ. في الموسم ده اليونايتد خرج من دوري الأبطال في دور ال16 للمرة الثالثة على التوالي، أنهى الدوري في المركز الثاني المرة دي ورا تشيلسي، ولكن كسبوا الكاس. في 47 مباراة رونالدو سجل 12 هدف وصنع 9. في كاس عالم 2006 رونالدو سجل هدف من ضربة جزاء قدام إيران في دور المجموعات، ولكنه تعرض لإصابة في دور ال16 قدام هولندا. والكل كان معتقد إن دي نهاية المونديال بالنسبة لرونالدو، لكنه قدر يرجع في ربع النهائي قدام إنجلترا. وفي المباراة دي روني زميل رونالدو عمل تدخل عنيف على كرافاليو. رونالدو أشار للحكم بإنه يطرد روني وغمز لدكة البدلاء بعدها، وده خلى الإعلام الإنجليزي يعرض رونالدو لأكبر هجوم في إنجلترا بسبب اللي حصل في ربع النهائي ده. وعلى الرغم من إن روني وفيرديناند ورونالدو اتكلموا بعد المباراة مباشرة وأنهوا المشكلة، إلا إن الإعلام كمل هجوم على رونالدو. وبعد العبور من إنجلترا خرج منتخب البرتغال قدام فرنسا بهدف من زيزو، وكريستيانو تم اختياره كثالث افضل لاعب شاب في البطوله. بعد المونديال ده استمر الاعلام في الهجوم على رونالدو، وده دفعه للتفكير بجديه في الرحيل عن اليونايتد، وطلب من وكيله مينديز انه يخرجه من النادي. ومره ثانيه كارلوس كيروش اتدخل ودعا فيرجسون ومينديز ورونالدو في بيته في البرتغال، وهناك اتناقشوا في فكره الرحيل. والسير أليكس فيرجسون قال لرونالدو انت من اشجع اللاعبين اللي وصلوا لليونايتد، ولكن الرحيل دلوقتي مش حاجه شجاعه. ورونالدو قرر الاستمرار مع اليونايتد بعد الكلام مع السير. وفي بدايه موسم 2006 2007 اليونايتد قدموا افضل اداء ليهم من سنين في الدوري، ولكن في المباريات خارج الارض الجمهور الانجليزي كان لسه بيصفر على رونالدو في كل لمسه وبيشتمه. وعلى الرغم من كل ده رونالدو قدم افضل اداء ليه مع اليونايتد لحد اللحظه، وكان اللاعب رقم 1 في مانشستر في الموسم ده للمره الاولى. وبسبب انفجار موهبه رونالدو في الموسم ده قرر اليونايتد تجديد عقده لحد 2012 وخرج وخسروا نهائي الكاس ضد تشيلسي. ولكن كسبوا الدوري الانجليزي لاول مره من 3 سنين. وفي 54 مباراه لكريستيانو سجل 23 هدف وصنع 24، وكسب جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي وافضل لاعب شاب، ودي كانت اول مره تحصل من السبعينات تقريبا ان لاعب يكسب افضل لاعب شاب وافضل لاعب في الدوري. وفي موسم 2007 2008 اشتغل طاقم اليونايتد مع كريستيانو لتطويره اكتر في مركز المهاجم راس الحربه، وتم عرض فيديوهات لفان نيستلروي وجورج بيست وسولشاير لتعليمه تحركات المهاجمين وفهم المساحات اكتر. والطاقم الفني لليونايتد سالوا كريستيانو تتوقع تقدر تسجل كام هدف في الموسم ده؟ رونالدو قال ان هو يقدر يسجل لحد 30 هدف، ولكن الطاقم الفني كان شايف انه يقدر يسجل اكتر وتحط له تارجت في الموسم ده انه يسجل 40 هدف. وفي يناير في الموسم ده رونالدو كان وصل ل 24 هدف بالفعل، وده اكتر من اهداف الموسم الماضي كله. كريستيانو جه في المركز الثاني في البالون دور ورا كاكا في سنه 2007. وفي دوري الابطال اليونايتد وصل نص النهائي، رونالدو كان عنده اول مواجهه مع ميسي. كارلوس كيروش حط رونالدو كمهاجم في مباراه الذهاب ضد برشلونه، ولكنه قدم اداء سيء وضيع ضربه جزاء في الذهاب. وفي الاياب سجل سكولز من تسديده تاهل بها اليونايتد. وقبل نهائي دوري الابطال حسم اليونايتد الدوري الانجليزي بهدف رونالدو من ضربه جزاء في الجوله الاخيره. وفي النهائي رونالدو سجل هدف من رأسية ضد تشيلسي ولعب مباراة كبيرة، ولكن للأسف لامبرد سجل التعادل والمباراة راحت لضربات الجزاء.
رونالدو ضيع ضربة الجزاء بتاعته، ولكن انتصر اليونايتد ورفعوا أول بطولة دوري أبطال من سنة 99. كريستيانو كسب الحذاء الذهبي الأوروبي وقدر يعدي التارجت اللي كان محطوط له، وسجل 42 هدف وصنع 10 في 49 مباراة، وده كان كافي انه يضمن له أول كرة ذهبية في حياته على الأقل نظريا، ولكن لازم يستنى الإعلان الرسمي في آخر السنة. وفي 2008 رونالدو لعب اليورو والبرتغال خرجت من ألمانيا في ربع النهائي، وبعد الخروج من اليورو رونالدو كان عايز يمشي من اليونايتد وحس ان هو وصل لكل حاجة تقريبا مع النادي، وكان حلمه انه ينضم لريال مدريد. ومينديز بالفعل جاب له عرض كبير من مدريد وقتها، ولكن فيرجسون رفض وعمل اجتماع تاني مع مينديز ورونالدو في بيت كارلوس كيروش في البرتغال. والسير وضح لرونالدو ان اسلوب كالديرون رئيس ريال مدريد وقتها في التعاقد معاه كان فيه اهانه كبيره ليه وللنادي، وده كان بسبب انه طلع في الاعلام كتير وقال الصفقه انها مجرد وقت وتحصل بدون التفاوض مع اداره اليونايتد وبدون الرجوع لاي حد تاني. وكمان كالديرون اجتمع بشكل فردي مع مينديز بدون اي اعتبار للاداره، وكان بيضغط على النادي اعلاميا لقبول الصفقه. والسير صرح وقتها في الاعلام وقال انه مش هيبيع ريال مدريد فيروس، حتى لو كان ريال مدريد هو النادي الوحيد المهتم بالفيروس ده. والسير وعد رونالدو بالسماح ليه بالانتقال الموسم الجاي لو وصل عرض مناسب، بس يستمر الموسم ده للحفاظ على كرامته وكرامه اليونايتد. وفيرجسون كان شايف ان حصول الصفقه دي هيكون اهانه شخصيه ليه واعلان لانتهاء سيطرته ومكانته في مانشستر. واستمر رونالدو مع اليونايتد بدون تردد بعد ما اقتنع بكلام فيرجسون، ولكن للاسف كريستيانو كان عنده اصابه من اليورو وخضع لعمليه جراحيه غاب بسببها شهرين، ورونالدو رجع للملعب بنفس مستواه واستمر في التسجيل. وتم الإعلان في ديسمبر 2008 عن فوز رونالدو رسميا بأول كرة ذهبية في حياته. وفي موسم 2008-2009 فاز اليونايتد بكأس العالم للأندية، كأس الرابطة، الدوري الإنجليزي، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، والنهائي كان ضد برشلونة، وكان أول نهائي يجمع رونالدو بميسي. المباراة دي كانت بين مدرب في أول موسم في حياته ومدرب تاني سنينه اللي باقية في التدريب معدودة. لك أن تتخيل إن جوارديولا كان عنده 3 سنين بس لما السير بدأ مسيرته التدريبية في 1974، وخسر اليونايتد المباراة دي ضد برشلونة جوارديولا، وسجل ميسي هدف من رأسية بعد سيطرة برشلونة على المباراة وبضربة كبيرة. وبعد نهاية الموسم قدم ريال مدريد عرض قياسي بقيمة 94 مليون يورو، وده كان الأعلى في التاريخ. والمرة دي كان بيريز هو رئيس ريال مدريد وتعامل مع اليونايتد باحترام. وزي ما وعده السير، رونالدو انتقل ريال مدريد لكتابة قصة جديدة ومحاولة إعادة ريال مدريد للقمة تاني بعد ما هو وصلها مع اليونايتد، وعشان كمان يكون في تنافس مباشر مع ليونيل ميسي. وبانتقاله لمدريد بكده يكون رونالدو حقق حلمه، والطفل اللي كانت بداية حياته صعبة وفيها معاناة كبيرة بقى اللاعب الأعلى أجرا في العالم وأفضل لاعب في العالم. ولكن كل اللي فات ده كان لا يقارن باللي جاي مع مدريد. فهل هيتمكن رونالدو من الحفاظ على القمة اللي وصل لها، ولا المحافظة على القمة هتكون فعلا أصعب بكتير من الوصول ليها؟